السلام عليكم حبيباتي الغاليات على قلبي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بالف خير، صحتكم مزيانه. اليوم اخواتي غادي نقدم لكم كيك الطبقات بدون فرن، كيجي اكثر من رائع. كنتمنى من كل قلبي تجربوه، حيت فعلا كيستحق التجربه، بمكون غريب اللي كيعطيه مذاق ولا اروع، وفعلا كتستحق التجربه. واللي ذاقها اكيد غادي يطلب المقادير ديالها. كيف العاده اخواتي ما تنسونيش من لي لايك ديالكم اللي كتحمسني نعطيكم وصفات سهله وفي المتناول، والاشتراك في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروها. فما علينا، غير نمشيو لطريقه التحضير والمقادير. يا الله بسم الله. فبالنسبه للمقادير ديال الطبقه الاولى، بسم الله على بركه الله، عندي هنا 350 غرام ديال البسكوي. ممكن تستعملوا اي بسكوي عندكم، انا استعملت جولدن، نتوما ممكن تستعملوا صابلي او لا هيرنيس، على حسب كل واحد شنو متوفر عنده، يعني ماشي مشكل. ممكن كذلك تستعملوا النوع اللي كيكون فيه يعني الشوكولات في الوسط، مومو او لا كذلك الاوريو او لا اللي بغيتو، يعني على حسب كل واحد شنو متوفر عنده. اللي بطبيعه الحال هرمشته انا، دقيته في المهراز، نتوما ممكن طحنوه، يعني ما كطحنوش حتى كيولي بودره، غير كيولي مهرمش شويه صافي. وغادي نحتاج هنا كميه ديال الدانيت بالكراميل، ممكن تستعملوا دانيت شوكولا على حسب اللي بغيتو نتوما، تيبقى دائما الذوق ليكم. انا غادي نستعمل هذا ديال الكراميل. تقريبا غادي نحتاج علبه ونص على حسب الكميه اللي غادي تجمع ليا هذا الخليط ديال البسكوي. فبالنسبه لطريقه التحضير دائما بسيطه، غادي نضيف دابا علبه ديال دانيت على هذا البسكوي، وغادي نبدا نجمع حتى يعني حتى كيولي عندي البسكوي مجموع اللي نقدر نديرو في مول. انا درت 350 غرام ديال البسكوي لانني غادي نديرو في المول اللي هو عائلي. الا كنتو غادي ديروا مول صغير فبطبيعه الحال كتنقصوا الكميه. صافي غادي نبدا نجمع بهذه الطريقه. في الاول ضفت غير دانيت واحد، من بعد ضفت نص دانيت واحد اخر، كنبدا نجمع حتى كنتحصل على هذا القوام اللي غنوريكم. يعني كتولي عندي واحد العجين، يعني ماشي عجينه عاوتاني كتولي جاريه، تولي غير قاص هكايا. صافي كيف قلت لكم محتاجه الدانيت ونص. دابا غادي نجيب المول اللي هو عائلي عندي، كيف كتلاحظوا المول اللي هو كبير، اللي السعه ديالو تقريبا 28 سنتيم. صافي غادي ندير فيه هاد الكميه ديال البسكوي اللي عندي، وغادي نبدا نضغط عليه بهذا الشكل حتى كيولي طبقه واحده. وتيولي مقاد عندي بهذا الشكل كيف غتلاحظوا، يعني كنقادوه مزيان حتى كيولي عندنا طبقه. فبالنسبه للاخوات اللي بغاو يحضروا البسكوي في البيت، انا ديجا حضرت معكم واحد الطريقه ديال البسكوي في واحد الطورطه اللي حضرتها معكم، غادي نخلي لكم الصوره ديالها في اخر الشاشه الا بغيتوا تشوفوها. حتى هذاك البسكوي كيجي رائع وكيكون يعني من صنع منزلي. غير هذه يعني ما كتحتاجش وقت كتير، تقريبا 30 دقيقه ها هي حاضره، يعني بلا فران، سريعه وفي نفس الوقت كتجي رائعه بزاف. كيف كتلاحظوا كنبدا نضغط بهذا الشكل حتى كنشكلوا طبقه واحده. من بعد كنجيب معلقه وكنحاول نضغط بهذا الشكل، يعني باش كتولي مقاده، ماشي جهه طالعه وجهه هابطه، بهذا الشكل. صافي من بعد ما كنقادها مزيان غادي ندخلها للمجمد تقريبا واحد ربع ساعه باش تماسك ليا. يعني بما هي في المجمد حنا غادي نحضروا الطبقه الثانيه اللي المقادير ديالها حتى هي جد بسيطه. صافي دابا غادي ندخلها للمجمد، من الاحسن المجمد باش هكا كتماسك لينا بما نحضروا الطبقه الثانيه. فبالنسبه للمقادير ديال الطبقه الثانيه غادي نحتاج 3 ديال الجزرات اولا 3 ديال الخيزويات بهذا الحجم هذا، اللي قشرتهم وقطعتهم ودرتهم حتى تسلقوا بطبيعه الحال. هانتوما يعني راه مسلوق بهذا الشكل. يعني الكميه درت 3 ديال الجزرات كيف راني وريتكم، يعني القياس ديالهم. غادي نحتاج علبه ديال الفلان اولا البوتينغ اللي الوزن ديالو 2.5 غرام، اللي كيدار مع نصف لتر ديال الحليب ديال الفاني، اولا ممكن ديروا حتى ديال يعني اي نكهه كتبغيو، من الاحسن ديروا ديال الفاني كيكون عادي. غادي ندير 4 المعالق حتى ل5 المعالق ديال السكر، كتبقى الحلاوه على حسب الذوق. انا درت 4 المعالق بهذا القياس هذا. 4 المعالق ديال هذا ديال الكريم باتيسير اولا الكاسترد اللي هي هذه العلبه ديالها اللي كتكون مصوره فيها الملفي. 4 ديال المعالق كبار. وعندي هنا البارش ديال البرتقال، معلقه صغيره ديال القشور ديال الليمون، مع 160 مليلتر ديال عصير البرتقال، 160 مليلتر اللي هي كاس عنبه. وعندي 300 مليلتر ديال الحليب السائل، 300 مليلتر اللي هي 2 الكيسان ديال العنبه كيف كتلاحظوا.
بطبيعه الحال ممكن ديروا غير نصف لتر ديال عصير البرتقال، او لا نصف لتر ديال الحليب على حسب اللي بغيتو نتوما. انا ضفت الليمون مع الجزر مع الحليب، كيعطيونا واحد النكهه رائعه بزاف، وراكم غتجربوها وتقولوا لي كيف جاتكم. كناخذ الميكسور اولا الخلاط الكهربائي، وكندير فيه 2 الكؤوس ديال الحليب مع 2 القطع اولا 3 ديال الجزر اللي كيكون مقطع ومسلوق، مع كاس ديال البرتقال اللي هي 160 مليلتر، والبرش ديال الليمون، وكذلك 4 المعالق ديال السكر سنيده، و4 المعالق ديال بودره الكريم باتيسير اولا الكاسترد، مع فلان اولا البوتينغ اللي الوزن ديالو 2.5 غرام. يعني كنضيفوا المكونات كامله في الميكسور، ومن بعد كندير واحد التخليطه خفيفه. غادي نمشي نطحن هاد المكونات كامله مزيان، يعني كطحنوه مزيان بهذا الشكل. من بعد غادي نديرو في كاسرونه، وغادي نردو فوق البوطه. غادي نبدا نخلط بالتخليط المستمر حتى كتولي عندي كريمه اللي كتكون عاقده هانتوما. يعني التخليط المستمر ضروري حتى النشا، يعني راه ما غاديش تحبب لان طحناها في الميكسور، يعني طحنات مزيان. كيف غتلاحظوا ان كتشكل واحد الفقاعات، وبهذا الشكل كيف غتشوفوا معايا. واخا هكا كنستمروا في التحريك راه دغيا كتعقد هانتوما. صافي ملي كتبدا تشكل هاد الفقاعات هذا فكتكون واجده، صافي غادي نحيدوها، وغادي نجيب هذاك الكيك من المجمد، وغادي نكبو مباشره كطبقه ثانيه فوق الكيك. يعني ما نتسناوش عليه لانه دغيا كيجمد، يعني دغيا كيتماسك. هانتوما كيف غتلاحظوا معايا كنحاول نقادو كطبقه يعني طبقه متساويه، باش هكا ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه. كنشكلها كنوزعها بهذا الشكل. صافي غادي نخليها حتى كتاخذ درجه حراره المطبخ تقريبا واحد 3 ديال الدقائق، وغادي ندخلها عاود المجمد 10 ديال الدقائق، بما نحضروا عاود طبقه ثالثه. فبالنسبه للمقادير ديال الطبقه الثالثه حتى هما ساهلين وبساط. غادي نحتاجو 500 مليلتر ديال الحليب اولا نص لتر ديال الحليب بطبيعه الحال العادي. غادي نحتاج 3 القطع ديال الجبن، انا استعملت كيري 3 ديال القطع المربع، وممكن تستعملوا حتى المثلث على حسب اللي بغيتو، اللي كيعطينا مذاق رائع بزاف. وغادي نحتاج علبه ديال الفلان اولا البوتين كذلك ديال الفاني، اللي الوزن ديالها 2.5 غرام، يعني الحجم الصغير، مع 3 المعالق كبار اولا 4 المعالق ديال نشا الذره اولا المايزينا اللي هي هذه. ممكن كذلك ديروا البودرات الكريم باتيسير، غير حنا يعني نخالفوا النكهه وصافي. غادي ندير معاها معلقه صغيره ديال بودره الفاني، باش هكا راكم كتعرفوا ان النشا المذاق ديالها غير مستحب، يعني كنضيفوا الفاني باش كتحيد لينا داك المذاق ديال النشا. وغادي نحتاج 4 المعالق ديال السكر حبيبات اولا السكر سنيده، يعني نفس الملعقه باش كنعبر الملعقه الكبيره نفسها باش عبرت 4 المعالق ديال النشا و4 المعالق ديال السكر. نفس الطريقه كنجيب الميكسور اولا الخلاط الكهربائي، كندير فيه نص لتر ديال الحليب مع 4 المعالق ديال النشا اولا المايزينا، و3 القطع ديال الجبن، كذلك 4 المعالق ديال السكر سنيده، وعلبه ديال الفلان اولا البوتينغ. كنضيفوا معلقه صغيره ديال بودره الفاني اولا السكر ديال الفاني، ممكن ديروا حتى السكر فاني. كنسد عليها وكنديها حتى كنطحنوا مزيان، يعني حتى كيندمج داك الجبن مع المكونات كامله، وكنعاود نردها في الكاسرونه. من بعد غادي نديرها تاني، غادي ندير هاد الطبقه الثالثه فوق النار، مع التخليط المستمر حتى كنتحصلوا على كريمه اللي كتكون عاقده بهذا القوام هذا كيف غادي تلاحظوها نتوما. صافي غادي نحركها مزيان، ضروري ملي تحيدوها من فوق النار باش يعني تحركوها مزيان باش هكا كتجينا كريميه اكثر. من بعد كنكبها فوق الطبقه الثانيه مباشره، ما تخليوهاش ترتاح اولا، لان غادي تجمد لكم، لان فيها كميه ديال النشا لا باس بها كتجمد دغيا. كنكبها كطبقه ثالثه وكنحرك مزيان باش تجيني طبقه متساويه. صافي غادي نخليها كذلك تاخذ درجه حراره المطبخ، ومن بعد كندخلها للثلاجه تقريبا واحد ربع ساعه حتى 30 دقيقه، يعني مهم على حسب ثلث ساعه على حسب الكميه اللي بغيتو، على حسب الوقت اللي بغيتو نتوما. من بعد كنجيب واحد العود ديال السنان وكندوزو هكا من الجوانب، وكنحل عليها هكا المول. وضروري المول بطبيعه الحال ما يكون كيتحل من الجوانب اولا ديروا داك السيركل، غير هكا باش تحصلوا هكا على طبقات متساويه.
كيف كتلاحظوا من بعد ما حيدت ليها هذاك السيركل. دابا كنجيب واحد الشبيكه عندي غادي نزينها بالكاكاو الحلو. الكاكاو الحلو غادي نجيب واحد هذه واحد الصفايه، وغادي نديروه بهذا الشكل هذا باش تعطي ديك الزواقه. وديروا يعني ممكن نتوما تزينوا باللوز ايفيلي، زينوا باي حاجه بغيتو، ديروا داك دانيت شوكولا، زينوا باي حاجه بغيتو. انا غير بغيت نخليها سامبل، ما بغيتش نزيد عليها مازال شي اضافات. داكشي علاش زينت هكا غير بالكاكاو وصافي. اما التزيين تيبقى على حسب الرغبه ديالكم، زينوا باش ما حبيتو صافي. كيجي هذا هو الشكل. الشبكه راني ما جبتهاش في الوسط. كنقدمها لكم. سمحوا لي قطعت لان الاذان كان كيودن. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي رائعه بثلاث طبقات. حطوها لضيوفكم بوجهكم محمر، كتجي رائعه، مذاقات ولا اروع. كنتمنى من كل قلبي فعلا جربوها. راه حتى المكونات ديالها ماشي شي حاجه اللي هي كثيره. كنتمنىكم فعلا تجربوها، كتجي هائله. وبطبيعه الحال راني قطعت لكم واحد المورصو باش تشوفوا الشكل ديالها هانتوما. كتجي زوينه زوينه بزاف، وانا درتها بحجم عائلي. داكشي علاش جاوني الطبقات يعني شويه غلاض، ماشي رقاق عاود بزاف وماشي غلاض عاود بزاف. صافي هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر كيف جاتكم. الا عجبكم الفيديو كيف العاده ما تنساونيش من دعواتكم اللي ما نقدرش نستغنى عليها. الله يخطيكم عليا، والله يجعل كل كلامكم في ميزان حسناتكم يا ربي. كنموت عليكم والله، راكم غاليين وعزاز عزاز عزاز على قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.